بقليميم وسعيا لدعم جهود الحد من أخطار حوادث السير، بادرت دوائر القطاع بقليميم إلى تثبيت مجموعة من رادارات مراقبة سير العربات سواء داخل أو خارج الوسط الحضري، عملية استحسنها المواطنون. في المتابعة حافظ محضار وجمال الخصاصي. مع بداية السنة الجارية عدد من رادارات مراقبة السرعة جرى تثبيتها بمجموعة من نقاط الضغط المروري داخل المطار الحضري بقليميم، رادارات ستساهم في ردع عدد من السلوكات المرورية المشينة من جملتها السرعة وتجاوز الخط المتصل وعدم احترام الإشارات المرورية. مواطنون استحسنوا هذه الإضافة. بالنسبة لهاد الرادارات هادو اللي دارت وزارة التجهيز بالنسبة لنا حنا كسائقين مزيانين لينا ومزيانين الناس كاملين، لا اللي غادي على رجليه ولا اللي غادي بالحديد ديالو. صراحة الناس كتطبق قانون السير ديالها وكتقلل من حوادث السير. بالنسبة بعدا للناس اللي ما كيحترموش قانون السير، هذا الرادار هذا راه هو اللي مزيان ليهم، لأن والله بزاف الناس هنا ما بقاتش كتحترم قانون السير. بزاف ديال الناس خصوصا اصحاب السيارات ما كيحترموش، يعني سواء ملي كيكون الضوء الاحمر ولكن ملي في الممرات. ولكن الحمد لله دابا لاحظنا واحد سميتو واحد الاهتمام ملي دار هاد النظارات. الناس كيردوا البال من بعيد، غير كيشوفوا كيعرفوا بان الرادار كاين، يعني كياخذوا الاحتياطات ديالهم. هاد الرادارات هادو بطبيعه الحال غادي يكون عندهم واحد الدور اساسي التنظيم. حتى الانسان عاوتاني فاش كيجي وكيشوف الرادار فكتكون عنده واحد الحس ديال المسؤوليه، ومن بعد عامين 3 سنين غادي سيتم يعني اكتساب هذا السلوك هذا. وهذا الشيء كلشي راه يعني كنظن على انه في صالح المواطن. هذه الرادارات ينتظر أن تدخل الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ستساهم في تنظيم حركة العربات داخل المدينة والحد من جملة من السلوكات التي تتسبب في حوادث مؤلمة. كنستبشروا خير بهذه القيمه المضافه اللي توضعت لنا اليوم، ولا هما هاد الرادارات المراقبه اللي توضعوا الحمد لله. هاد الرادارات دورهم غيكون ايجابي اكثر من ما هو سلبي لردع كل المتهورين، لردع السياقه العشوائيه اللي كتسبب في حوادث لا قدر الله مميته. وهذه النقطه اللي ورانا هذه من ابرز النقاط اللي كانت كتسبب دائما حوادث مميته، في انتظار تدخل جميع الجهات المسؤوله الاخرى لاصلاح ما يمكن اصلاحه من بنى تحتيه، وهذا كامل يصب في خدمه لتقديم خدمات ايجابيه للمواطنين. الرادارات اللي تم التثبيت ديالها حاليا هي رادارات اضافت قيمه ممتازه بالنسبه للمدينه، خصوصا في ظل الحوادث الكبيره التي وقعت في مجموعه من النقاط التي وضعت فيها الرادارات حاليا. لكن وجب على الجهات المسؤوله ان تضيف قيمه مضافه اخرى، الا وهي البنى التحتيه. يجب ان تكون ذو جوده عاليه، وضع اشارات مرور في مجموعه من النقاط مثل نقطه دوار الفتح ودوار اللوح. وبالإضافة إلى مدينة قليميم رادارات إضافية تم تثبيتها بعدد من النقاط السوداء خارج المطار الحضري، والهدف تعزيز الجهود الرامية للحد من أخطار الطرق التي تتسبب في إزهاق آلاف الأرواح سنويا.